انتصر المسلمون في حروب الردة، وكان لعمرو بن العاص دور بارز في هذه الانتصارات. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب عمرو على رأس جيش المسلمين لمحاربة الروم في الشام، ووصل إلى مدينة قيسارية، وكان يحكمها هرقل الروم الذي اشتهر حينها بالقوة والذكاء. أطبق جيش عمرو حصاره على قيسارية، فرفع الجنود الرومان الأعلام البيضاء علامة على الاستسلام، ثم خرج منهم من يطلب وفدا من المسلمين للتفاوض مع هرقل حقنا للدماء. أخشى أن أرسل أحدا لمفاوضة هرقل فيغلبه بذكائه ودهائه. سأذهب أنا للمفاوضة. لا يا عمرو، إنك قائد الجيش، وربما قتلك هرقل ليكسب المعركة قبل أن تبدأ. معك حق، ولكن علي أن أفاوضه بنفسي على أي حال. وكيف ستفعل ذلك؟ من أنت؟ جندي في جيش الإسلام. أيرسل لي المسلمون مجرد جندي للتفاوض معي؟ ربما أرسلوني إليك لأنهم يعرفون كم أنت ذكي. تقصد أنك أذكاهم؟ هم يرون أني من أذكاهم. تعجبني ردودك. أما أنا فأريد أن أعرف ردودك. وما الذي تفاوضنا عليه؟ ترحلون الآن بدون قتال، وتمنحوننا فرصة لنتدبر أمركم. ما جئنا إلى هنا لنمنحكم فرصة التدبر، إنما هي فرصة واحدة ليس أمامكم غيرها. وما هي؟ أسلم تسلم، وإما الحرب. من أين أتيتم بهذه القوة التي تهددون بها دولة في حجم الرومان؟ من ديننا الذي وعدنا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. هذا ما جئت لتخبرني به؟ بل أنت الذي طلبت مقابلة أحدنا. حسن، بلغ قائد جيشكم أننا سنرد على رسالته غدا، وانتظرني بالخارج حتى أعد لك الهدايا التي ستحملها معك. هدايا لقائد الجيش؟ ولك أنت أيضا، اعترافا مني بذكائك ولبقتك. حسن، سأكون في الانتظار. أيها الحاجب. مولاي. أعطه من أفضل الثياب والعطور والمجوهرات. عفوا يا مولاي، أنعطي أعداءنا خير ما عندنا؟ ظننتك أذكى من ذلك. هذه الهدايا ستكون فيها نهاية هذا الجندي المسلم العنيد. خرج عمرو من عند هرقل محملا بالهدايا الثمينة، معتقدا أن هرقل لا محالة سيستسلم لجيش المسلمين. وقبل أن يصل إلى بوابة القصر استوقفه أحد الحراس دون أن يلتفت إليه. إياك أن تخرج بهذه الهدايا. أعربي أنت؟ نعم، أراد هرقل قتلك لأنك هزمته في النقاش، ولكنه خشي من ثورة المسلمين عليه إذا قتل رسولهم إليه، فأمر حراسه أن يقتلوك مدعيا أنك سرقت هذه الأشياء من قصره، وساعتها سيكون له سبب لقتلك. فيما عدت؟ عرفت أنك أعطيتني تلك الهدايا مقابل ذكائي، وتذكرت أن بجيشنا من هم أكثر مني ذكاء، وهم 5 رجال غيري. إذا أحببت أحضرتهم إليك فتهاديهم بمثل ما هاديتني، فيكونوا لك عونا في مفاوضاتك مع قائد جيش المسلمين. فلم لا؟ اذهب ثم عد بهم إلي. نكون عندك في الصباح إن شاء الله. مولاي هرقل، هل سنبقي على خطتنا بقتله؟ لا، 6 من جيش المسلمين أفضل لنا من أن نقتل واحدا فقط. في الصباح انقض عمرو بجيش المسلمين على حصن الروم، ثم استسلم الرومان رغما عنهم. ماذا؟ هرقل الروم. أنت؟ نعم، على ما كان عليك من الغدر، والآن عليك أن تختار بين 2:
إما أن تقتل وإما أن ترحل بجيشك الآن. وهكذا انتصر دهاء عمرو بن العاص على دهاء هرقل الروم الذي خرج بجيشه ذليلا منهزما. ها نحن يا هشام في معركة أخرى ضد الروم تحت راية الإسلام. هذا من فضل الله علينا، ومن فضل الله عليك أن سبقتني إلى الإسلام. وقد فاتتني معارك كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هروبي إلى الحبشة. هربت منا لما فعلناه فيك، فهلا سامحتنا عليه؟ أشهد الله أني قد سامحتك، وطلبت من الله أن يغفر لك. ذلك بعدما أسلمت؟ وقبل أن تسلم يا عمرو، فقد كنت أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. ما زلت أفضل مني يا هشام. كيف عرفت؟ فنحن لا نعرف أقدارنا عند الله تعالى. سمعتك تطلب من الله الشهادة، بينما أدعوه أنا أن يحقق لنا النصر. النصر والشهادة كلاهما يا عمرو. نعم يا هشام، النصر والشهادة. الله أكبر. اللهم نصرك الذي وعدتنا. انتهت المعركة بنصر المسلمين، وبقي عمرو بن العاص يبحث عن أخيه هشام. رحمك الله يا هشام، سبقتني إلى الشهادة كما سبقتني إلى الإسلام. أخيراً تحقق حلم عمرو بن العاص بفتح مصر التي عشقها منذ صغره. ففي السنة 19 من الهجرة أمده الخليفة عمر بن الخطاب ب4,000 جندي لتخليص مصر من حكم البيزنطيين الذين فرضوا على أقباط مصر مذهبهم الديني، وأذلوهم وحرموهم من حرية الاعتقاد. وكان عمرو بن العاص قد أقنع عمر بن الخطاب بأن فتح المسلمين لمصر سيكون له فوائد كثيرة لمصر وللإسلام على حد سواء. وصل عمرو بن العاص بجيشه إلى مدينة رفح في حدود مدينة العريش المصرية، وبدأ من عندها حربه الطويلة الصعبة مع الرومان، والتي انتهت بنصر المسلمين بقيادة عمرو وبفتح مصر في السنة 21 من الهجرة. وها هو عمرو بن العاص يعود إلى مصر التي زارها كثيراً في مطلع شبابه في رحلاته التجارية، يعود إليها بعد أن فتحها وأصبح حاكماً لها طيلة فترة خلافة عمر بن الخطاب وجزءاً من خلافة عثمان بن عفان. وقد حكم عمرو بن العاص المصريين بالعدل، ولم يفرق بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات، وعوض الأقباط عن هدم بيوتهم وعن أموالهم التي نهبها منهم الرومان، فحظي بمحبة المصريين جميعا حتى مات في مصر ودفن فيها في سفح جبل المقطم بمدينة القاهرة.